السلام عليكم. دوري أبطال أوروبا، البطولة اللي ما لها نظير في العالم، البطولة اللي دائما نعيش فيها الإثارة، نعيش فيها المتعة، نعيش فيها التشويق بكل لحظاتها وبكل أدوارها. والنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا هي الأكثر إثارة وأكثر متعة. شفنا أندية مثل ليفربول، توتنهام، سبورتنج لشبونة، مانشستر سيتي بأضعف أوقاتهم قدروا أن ياخذوا التأهل المباشر لدوري 16 على حساب أندية كبيرة مثل باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، وأيضا نادي ريال مدريد. وحاليا الادوار الاقصائيه المؤهله لدوري 16 عم نعيش فيها مفاجات كبيره بالمباريات اللي لعبت بمرحله الذهاب ومرحله الاياب اللي راح تكون فاصله لنحدد مين راح يتاهل للدوري 16 ويواجه الانديه اللي تاهلت سلفا. راح نحكي بهذا الفيديو عن مباريات الاياب من دوري ابطال اوروبا: انتر ميلان، بودو جليمت، ريال مدريد، بنفيكا، وايضا باريس سان جيرمان وموناكو، وابرز المواجهات راح تكون بهذه الجوله. بس قبل ما نبلش عزيزي المتابع لا تنسى الاشتراك بالقناه ودعمنا بلايك لنستمر بتقديم الافضل. ما راح اطول عليكم كثير، خلينا نبلش بالفيديو. البدايه راح تكون من مباراه انتر ميلان وبودو جليمت، النادي النرويجي اللي السنه هاي مبهدل الكبار بمرحله الدوري. يعزز المتابع، نادي بودو جليمت واجه مانشستر سيتي وانتصر عليه بنتيجه 3 اهداف لهدف، واجه اتلتيكو مدريد وانتصر على اتلتيكو مدريد، واجه توتنهام وتعادل مع توتنهام، وتعادل ايضا مع بروسيا دورتموند، وقدر انه يحجز بطاقه مؤهله للادوار الاقصائيه. واليوم هو على اعتاب تاهل تاريخي لدوري 16 بعد ما انتصر على انتر ميلان بمرحلة الذهاب بنتيجة 3 أهداف لهدف، وقدم مباراة من أجمل المباريات اللي شفناها بدوري أبطال أوروبا. نادي إنتر ميلان اللي بعد رحيل إنزاغي بالموسم الماضي عم يعيش تخبطات كثيرة، لكنه في الدوري الإيطالي متصدر وبفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه، لكن في دوري أبطال أوروبا عم يقدم أداء كارثي جدا. وما هو انتر ميلان السنه الماضيه اللي وصل لنهائي دوري ابطال اوروبا. مباراه اللي راح تقام على ملعب الجوزيب ميازا، وانتر ميلان غايب عنه ابرز نجومه وهو اقواهم واهمهم لوتارو مارتينيز اللي راح يغيب عن المباراه. انتر ميلان في تحدي صعب ويكاد يكون شبه مستحيل يعوض الخساره اللي تلقاها بملعب بودو جليمت، لكن المفاجات دائما تكون حاضره بدوري ابطال اوروبا. هل ممكن انتر ميلان يحقق المعجزه ويتاهل لدور 16؟ اكتبوا لنا تحت بالتعليقات توقعاتكم نتيجه المباراه هاي اللي راح اتوقعها تأهل تاريخي اللي بده جلمت على حساب انتر ميلان. المباراة الثانية الجراد الاصفر نادي بوروسيا دورتموند حقق المهمة بشطره الاول بانتصار على نادي اتلانتا بمباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون رد، لكن الاياب راح يكون صعب جدا على ملعب اتلانتا. دائما اتلانتا بملعبه وبين جماهيره الصخب يكون كبير جدا، والانديه الكبيره تعاني في هذا الملعب. شفنا مثل ريال مدريد كيف عانى لما واجه اتلانتا، وشفنا ايضا نادي برشلونه. الانديه الكبار دائما تعاني بملعب اتلانتا، وراح تكون مباراه صعبه كثير على بروسيا دورتموند، لكن فارق الهدفين راح يريح اكثر بروسيا دورتموند ويحط الضغط كله على نادي اتلانتا. صراحه مباراه توقعها راح يكون صعب كثير، لكن اتوقع ان الجراد الاصفر راح يمرق ويتاهل لدوري 16. انتم اكتبوا لنا مين تتوقعوا يتاهل من هاي المباراه. اما المباراة اللي كانت بمرحلة الذهاب صراحة كانت فاجعة، شفنا فيها نادي موناكو يتقدم على باريس سان جيرمان باول دقائق المباراة رغم سيطرة باريس سان جيرمان الكاسحة، واصابة عثمان ديمبلي هي كانت العلامة الفارقة، ونزول دوي اللي غير مجرى المباراة وقدر انه ياخذ باريس سان جيرمان لبر الامان وينتصر بارض موناكو بريمونتادا بثلاث اهداف لهدفين. المباراة الياب راح تكون على ملعب حديقة الامراء لباريس سان جيرمان. المباراة ما راح تكون سهلة على باريس، لكن باريس بنجومه ومدرب انريكي راح يقدر يعبر من موناكو ويتأهل لدور 16. مباراة راح تكون صعبة، لكن التأهل راح يكون لباريس سان جيرمان. والمباراة اللي على الأغلب راح تكون محسومة هي مباراة جالاتا سراي ويوفنتوس. جالاتا سراي اللي باسطنبول ضرب نادي يوفنتوس بخماسية لهدفين. نادي يوفنتوس اللي تائه هذا الموسم نتائجه بالدوري وبدوري أبطال أوروبا. نادي جالاتا سراي عم يقدم أداء رائع جدا، كان متصدر لمرحلة الدوري بفترة من الفترات، وأيضا هو حاليا بمنافسة بالدوري التركي بأعلى المستويات. طبعا نادي جالاتا سراي برأيي الشخصي حسم التأهل أمام نادي يوفنتوس. يوفنتوس ما أظنه يقدر يرجع بهاي المباراة لأنه فارق 3 أهداف كبير على يوفنتوس، وأيضا جالاتا سراي ما له نادي سهل، مستحيل إنك تسجل عليه 3 أهداف من دون ما يسجل عليك ولا هدف. مباراة أعتقد فيها التأهل محسوم لنادي جالاتا سراي. والمين إيفنت لليلة والمباراة اللي عنه العالم كلها راح تكون موجودة عليها هي مباراة ريال مدريد وبنفيكا للأحداث الكثيرة اللي صارت بمباراة الذهاب. طبعا الفريقين تواجهوا بمرحلة الدوري، وقدر بنفيكا انه ينتصر ب4 اهداف لهدفين، لا يرجع القدر يرجعهم ويواجههم مرة ثانية
بالادوار الاقصائيه المؤهله لدور 16. ريال مدريد بمرحله الذهاب قدم كل شيء الا انه قدم كره قدم، اداء سيء جدا من ريال مدريد، وقدر يحصل هدف الفوز عن طريق اللاعب فينيسيوس جونيور من هدف رائع جدا. لا تشهد المباراه بعدها حوادث كثيره من حادثه العنصريه على اللاعب فينيسيوس جونيور من لاعب نادي بنفيكا، وانتهت المباراة بأرضية الميدان، لكنها ما انتهت بأروقة الفيفا. ريال مدريد قدم شكوى للفيفا على لاعب بنفيكا انه هو حكى كلام عنصري على فينيسيوس جونيور. لا يرد بعدها نادي بنفيكا بفيديو يبرئ اللاعب، لكن الاتحاد الأوروبي قبل ساعات أعلن أنه اللاعب مستبعد من اللعب بمباراة بنفيكا وريال مدريد. رد بعدها نادي بنفيكا قدم اعتراض على الويفا على حركة فالفيردي أمام لاعب بنفيكا، فالمباراة مشتعلة قبل ما تبدأ بأرضية الميدان. ريال مدريد عم يعيش تعثرات كثيرة بالدوري، خسر صدارة الدوري لبرشلونة، عنده غيابات كثيرة، هويسن غايب عن المباراة، رودريجو غايب عن المباراة، امبابي حاضر لكنه مو امبابي قبل جولتين أو ثلاث. امبابي عم يعيش هبوط بمستواه باخر المباريات، وفينيسيوس جونيور هو العلامه المضيئه حاليا بريال مدريد اللي شايل الفريق كله على اكتافه. مباراه راح تكون صعبه لريال مدريد على ارضيه ميدانه، بنفيكا ما عنده اي شيء يخسره، لكن اتوقع انه ريال مدريد راح يقدر ينتصر بهاي المباراه بعد مجهود كبير ويتاهل لدور 16. لحتى نشوف راح يواجه مين، سبورتنج لشبونه ولا راح نشوف كلاسيكو جديد امام مانشستر سيتي. اكتبوا لنا تحت بالتعليقات توقعكم لنتيجة المباراة هاي. أنا صراحة أتوقع ريال مدريد راح يعبر من المطب هذا ويتوجه لنصف النهائي لحتى يواجه مين، مانشستر سيتي طبعا. هذا كان عن أو أهم المباريات الموجودة بدوري أبطال أوروبا بالمرحلة الإقصائية. إذا عجبكم الفيديو وصلتوا لهي النقطة لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك. نشوفكم إن شاء الله بعد نهاية الجولة.